من المخابرات المصرية إلى المخابرات الإسرائيلية. نشكركم على تعاونكم معنا طوال 6 سنوات مثمرة، وقد توجتم هذا التعاون بإمدادنا بجهازكم الإنذاري الخطير مع رجلنا جمعة الشوان. مشهد الخاتمة في المسلسل المصري الشهير الذي يحكي بطولات رجل المخابرات جمعة الشوان يتوافق مع المزاج العام للمصريين، فالمشهد حمل رسالة صريحة إلى الكيان بانتصار جهاز المخابرات المصري على الموساد، وهو ما كان له بالغ الأثر في وضع حد للعلاقة بين مصر والكيان الإسرائيلي. لكن هل زالت الحدود بعد الثورة التي طالبت بالأساس بقطع العلاقات مع الكيان الإسرائيلي؟ جدل يثار في مصر بعد أن بعث الرئيس المصري خطابا إلى رئيس كيان الاحتلال شيمون بيريز بشأن اعتماد السفير المصري الجديد هناك، حمل معان من المحبة والصداقة والوفاء. كان يتعين أن يتم تغيير لغة هذا الخطاب، خاصة مع بروز نظام سياسي جديد في مصر أصبح أقل ارتباطا بالغرب وأقل حماسا للسلام مع إسرائيل. تجاهل الرئيس المصري في خطاباته ذكر الكيان الإسرائيلي لا من قريب ولا من بعيد حتى الآن، لكن خطاب الخارجية أشار إلى تقصير ما في منظومة العلاقات الدولية المصرية، هكذا كما رأى مراقبون. هذا ما رآه المراقبون، لكن القوى الثورية والأحزاب السياسية المصرية لا ترى حاجة ملحة لإرسال سفير إلى كيان الاحتلال في هذا التوقيت، مطالبين في الوقت نفسه بتعديل اتفاقية كامب ديفيد. السفير احنا بنقول ما كانش ينبغي انه يبعث الان. بالنسبه بقى للرساله، حتى وان كانت بروتوكولا بين مصر وبين جميع الدول، نحن ندعو الى كسر هذا البروتوكول مع العدو الصهيوني. وقد طالب قانونيون الرئاسه المصريه بتوضيح عاجل عما جرى لمحاسبه المسؤولين عن هذا الامر وتقديم اعتذار رسمي للشعب المصري. اعتقد اننا في حاجه الى توضيح من مؤسسه الرئاسه عن كيف خرج هذا الخطاب. إذا كان هناك خطأ من وزارة الخارجية عليها أن تتحمل وأن يجازى المسؤول عن هذا الخطأ، وإذا كان توجه من رئاسة الجمهورية على الرئاسة أن تصارح الشعب بهذا التوجه الجديد حتى نستطيع نحن أن نتخذ الموقف المناسب من رئيس الجمهورية. ويبقى الجدل حول مستقبل العلاقات المصرية الإسرائيلية مثيرا للاهتمام في الشارع المصري في ظل نظام جديد تعهد بتحقيق أهداف الثورة. إسلام والمجد، العالم، القاهرة.